ايه هو الفتيس السي في تي وبيشتغل ازاي وكويس ولا وحش؟ كمل معايا الفيديو ده وهتستفاد. يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. فتيس السي في تي هو فتيس بدون تروس، ونقلاته نقلات وهميه، عباره عن بكرتين قطرهم مختلف، ما بينهم كتينه بتلفهم وبتغير القطر بتاعهم حسب الدوسه اللي انت بتدوسها وحسب السرعه اللي انت محتاجها، وبتنقل نقلات وهميه مش نقلات حقيقيه، لانه فتيس ما فيهوش تروس. الفتيس ده مشكلته ان هو ما بيستحملش اي مواتير قويه او عافيه او عزمها قوي جدا، وما بيستحملش القرص والجري او الكبس على العربيه، ما بيستحملش وبيبوظ. الفتيس ده بيبوظ بيتغير. انجح عربيات حطت في عربياتها الفتيس السي في تي تويوتا، ماتسوبيشي، هوندا. اشهر 3 عربيات حطوا الفتيس ده وعملوا فيه نظام برمجه بيديك نقلات وهميه يحسسك بتسقيط الغيار والنقلات، وبيطلع لك على الشاشه الاولاني والثاني والثالث والرابع وهكذا كانك بتنقل، ولكنها نقلات وهميه، وشفتات في الطاره وتحس بالرياضيه، ولكنها نقلات وهميه، ولكنه فتيس عملي واعطاله قليله جدا وناجح جدا في ال3 براندات الياباني اللي قلنا عليهم. بس الفتيس ده في المجمل فتيس ضعيف ومش معمر، وميزته الوحيده انه فتيس موفر جدا في البنزين، ولكنه من وجهه نظر المتواضعه فتيس فاشل، بيبوظ بيتغير ومش بيتصلح، ونجاح تصليحه يكاد يكون منعدم. حاول تبعد عن عربيات اللي فيها فتيس سي في تي، مش هتستمتع بالسواقه، والا تكون انت بتراعيه في سواقتك وما تقرص عليه، لانه فعلا عمره قليل جدا مع القرص ومع الجري بالعربيه، لانه مش معمول لكده ومش معمول للعربيات الرياضيه. وللاسف الفتيس ده طلعته من الثبات ابطا من طلعه الاسانسير، فيا ريت ناخد بالنا ان الفتيس ده بيهدر قوه الموتور جدا جدا جدا، وبيظلم مواتير كتير قوي لعربيات محترمه. وانا كريم من قناه كيمو كارز وبقدم محتوى عن السيارات. ما تنساش تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد مفيد. سلام.